كصنعة من صنعة بلادي نقول لها مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير عليكم. نحن قلنا انه في كل مره نتحدثوا على الصناعه من الصناعات التقليديه باش ننسبوها لبلدنا الجزائر. هذا الفن وقتاش بديتيه؟ عندي عام ملي بديت فوسي فوسه. ما تبقاوش ديوها بزاف داكشي اللي تيتكتب على مواقع التواصل بطبيعه الحال هي د الانسترومونتاليزاسيون، ولكن الواحد حنا مغاربه، حنا ناس متبتين، حنا ناس عاقلين، حنا ناس تنشوفوا بعيد، حنا ما غندخلوا شيء في هذا الشيء ديال بعض الاحيان تيكون حماق، وحنا تنشاهدوا للاسف الشديد ما يقع منذ اشهر حول هذا التراث. فبالتالي اطمئن، كاين مساطير، كاين اطار قانوني اللي تنشتغلوا عليه، وكاين هيئات تقييم هي اللي تنشتغلوا معها. اطمئنوا على التراث اللامادي ولا المادي المغربي. تختار قطع عجينة الزجاج التي سترصع اللوحة، ولتعديل أطراف القطع يستعان بكماشة وبغراء خاص لإلصاقها. عند تثبيت القطع تترك اللوحة جانبا لتجف. كانت عندك فرصة أنك تتنقلي بين الرفوف، تشوفي الكتب ربما اللي تحكي على تاريخ الموزاييك؟ لا سي سورتو الانترنت. باش ناخذوا لي موديل باش اون بو سانسبيري فوالا. من خلاله بصنع هذه اللوحة تجيبيه من التاريخ ولا تجيبيه من عند أفكارك الخاصة بك؟ هذا وسيتو بالعاني هكذا. واش هو السبب؟ علاش بالعاني؟ هكذاك خاطر جو فولي فيغ دي كارو على حساب كيف يقولوا جو فولي فيغ شغل با د لا موزايك دو لا سيراميك كما يواسيو لي زليج فوالا كما الزليج المغاربه